بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وبعد. حبايبي ومتابعيني على قناتي على اليوتيوب، أهلا بكم. القصيدة الجاية دي إن شاء الله بإذن الله هتكون قصيدة بعنوان المرحوم ابن مين. المرحوم ابن مين ده بتعالج الرياء اللي احنا عايشين فيه رياء ماليش حل، كله بيرائي. بنرائي في الأفراح، وبنرائي في الأحزان، والعامل بيرائي مع المدير بتاعه، والموظف بيرائي مع الرئيس بتاعه، ورياء. وربما يكون ده سبب الغلاء وسبب البلاء اللي احنا عايشين فيه، الرياء اللي احنا عايشين فيه. الرياء النهارده في كل حاجة، تلقاه في الأفراح. فرح حد يكون ابن ناس كده تلقى فيه آلاف مؤلفة وملايين وناس راحت تجامل وحاجات. كمان في الجنازة اللي هي فيها صواب، المفروض ان الجنازة دي فيها صواب، يعني الجنازة الفرح ما فيش صواب. الفرح ربما الإنسان بيروح هناك بيشيل ذنوب مش بياخد ثواب، لكن الجنازة معروف حتما ولا بد. إذا كان الإنسان اللي طالع لجنازة هو ما يعرفهاش، جنازة واحد مسلم، إنسان مسلم مات فاتبع الجنازة زي ما أخبرنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن بيبقى فيها رياء باين واضح. طبعا، ولذلك بيسأل بيقول لك المرحوم ابن مين. إذا كان المرحوم ابن ناس وابن حسب وابن نسب، تعال اتفرج وشوف آلاف وملايين بتطلع وراه، لأنه ابن فلان، ده فلان المرحوم فلان ابن فلان ابن الحسب وابن نسب. إذا كان ذا وجهة اجتماعية أو وجهة مالية أو مدير أو صاحب شركة أو صاحب مال، فتلقى الرياء فيه كثير جدا. طبعا بالرأي، حتى في الكلام، حتى لو في فرق بين ان الغني يتكلم والفقير يتكلم. الفقير مهما يتكلم فكله بنعتبر ان كلامه كذب برضه رياء. والغني لو اتكلم ولو كل كلامه كذب بنصدق كلامه على طريقة برضه الرياء. يعني الفقير ده كلامه لا يصدق تماما مهما كان جرده من الصدق، والغني يصدق كلامه مهما كان كذاب. على طريقة إن الغني إذا تكلم كاذبا قالوا صدقت وما نطقت محالا، وإذا الفقير أجاب قالوا لن تصب وكذبت يا هذا وقلت ضلالا. إن الدراهم في المواطن كلها تكسر الرجال مهابة وجلالا، فهي لسان من أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا. فالنهاردة إن شاء الله موضوعنا قصيدة بتعالج موضوع الرياء بين الناس. المرحوم ابن مين. فأقول بها من العبط والبلادة والهيافة والغباء نسأل نقول ليه يا ناس ظهر الوباء، وليه كمان ظهر الفساد والابتلاء، وأمراض حلت بالبشر من السماء، وليه أصبحنا في موجة عالية من الغلاء، وليه رسب في الامتحان الواد علاء، وليه ما زالت ناس عايشة في العراء، وليه رغيفنا ما زال بإيد الغرباء، وليه خطيب البنت هند هرب والبنت صفاء، وليه بعد سنين من العلام ما نعرفش حروف الهجاء، وليه بعد سنين من العلام التلميذ ما بيعرفش حروف الهجاء، وطالب جامعي مش عارف يفرق ما بين أتى وراح وجاء، ولا عارف جمع عنادل ولا حتى عارف جمع ماء، ولا بيعرف جمع عنادل ولا حتى يعرف جمع ماء، ولا الفرق بين كلمة ماء وكلمة إماء، ولسه مش عارفين ليه أهل الغباء لما الفساد كتر ما بيننا والرياء. لما الميت يموت نسأل عليه ابن مين. لما الميت يموت بنسأل عليه ده ابن مين، وإن كان سعيد في حياته أو حزين، ومعاه فلوس ولا من المفلسين. لو كان من أهل الحسب والنسب تلاقيه وراه ملايين،
لو كان من أهل النسب والحسب هتلاقي وراه ملايين، وتنزل الرحمات عليه في كل وقت وكل حين، ونشهد ليه ظلم وبهتان إنه كان صادق أمين، ونشهد ليه ظلم وبهتان إنه كان صادق أمين، مع إنه كذاب ويحلف 100 يمين، ويشهد له إنه كان بيعطف على المساكين، ونشهد ليه إنه كان بيعطف على المساكين. أما لو كان على كد حاله هنلعنه ونلعن، وهيلعنوه ويلعنوا خاله. أما لو كان على كد حاله هيلعنوه ويلعنوا خاله، ويقولوا أحسن إنه مات، ويقولوا أحسن إني مات، ده مش عارف يمينه من شماله، عش عمره كله صاحب مبادئ، عش عمره كله صاحب مبادئ، أهو غار وراح لحاله، عش عمره كله صاحب مبادئ، أهو غار وراح لحاله. وإن كان عامل ده كان عامل الجنة هناك متجهزاله، ده كان عامل الجنة هناك متجهزاله، طول حياته عايش مسكين حزين، ولا حتى عارفه ده ابن مين، ولا حتى حد عارفه ده ابن مين. هو فاكر إن كده هيكرموه، هو فاكر إن كده هيكرموه. ده أكيد عذابه يكون مهين، ده أكيد هيكون عذابه